السلام عليكم. اليوم جبت لكم طريقة ترقيد الفلفل الحلو. إذا بعد شوي الفلفل وتنقيته كما لاحظتم في فيديو سابق، إذا استعمل الأدوات التالية والأعشاب التالية. إذا عندنا الفلفل بعدما قمت بشويه وتنقيته أضعه في بلارة، ولإعطائه نكهة أثناء الترقيد أضيف له أوراق الرند، قبل ذلك فصوص الثوم 3 أو 4، أوراق الرند 3 وريقات، ولازير أو ما يسمى بإكليل الجبل أو شجرة مريم، كمية من اللازير أو إكليل الجبل، كمية من الفلفل الحار المجفف، وكمية من حبوب الفلفل الحار الأسود، وكمية من الملح، ثم نضيف الخل الأبيض. إذا نضع كمية حتى تغطية كمية الفلفل التي استعملتها. أنا استعملت كمية قليلة يعني حسب أفراد الأسرة، لأن يمكن ملء البلارة كليا، ولكن أنا أردت استعمال كمية صغيرة فقط. إذا هذا المخلل أو طريقة ترقيد الفلفل. إذا فيما بعد، إذا هنا سأستعمل هذا الشريط اللاصق الطبي لأضع فيه تاريخ وضع أو تاريخ هذه عملية الترقيد. إذا بالنسبة للفلفل هنا التي استعملته للترقيد أستعمله في السلطات لأنه سيكون يعطي نكهة جيدة، واستعملت الأحمر لأن في السلطة اللون الأحمر يكون جميل أحسن من الفلفل الأخضر. هذا يعني أن يمكن أن نستعمل الفلفل الأخضر بهذه الطريقة. هنا طريقة أخرى لإعطاء نكهة للزيت. هنا أيضا الزيت سأستعمله في عملية تتبيل السلطات، خاصة إذا أضع أوراق الرند، فصوص الثوم، نفس الشيء كمية من إكليل الجبل، كمية إكليل الجبل أو لازير أو شجرة مريم، كل منطقة وكيف تسمى هذه العشبة. وأيضا أضيف بذور الفلفل الحار السوداء، كمية قليلة فقط. ولا ننسى الفلفل الحار الأحمر المجفف. أيضا هنا تلاحظين بذور القزبر، كمية قليلة أيضا بذور القزبر تعطي نكهة مميزة، والفلفل الحار الأحمر المجفف. ثم سنملأ القارورة بالزيت العادي. إذا ونترك هذا الزيت لمدة 14 يوم أو أكثر، ثم نقوم باستعماله. إذا أؤكد أو أذكر أنني سأستعمله فقط لتتبيل السلطات. إذا أعجبتكم وصفاتي ما عليكم إلا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يصلكم كل جديد. أفيدكم بالقليل، ولكن الفكرة هي الأفضل أو الأهم. إذا تلاحظون حتى في بعض المحلات توجد هذه الأنواع من الزيوت بنفس المكونات المنكهة الموجودة فيه. إذا شكرا على المتابعة، ولا تنسونا بدعواتكم وداعمونا، ورمضان كريم إن شاء الله على كافة الأمة الإسلامية.